السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله متابعين ومكملين مع بعض منهج اللغة الإنجليزية للعام الدراسي الجديد 2023. بإذن الله يتم شرح المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جم وكتاب بيبت وكتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة في قائمة للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023. إن شاء الله هناخد مع بعض النهاردة من كتاب بايبت أنشطة على الدرسين الخامس والسادس من الوحدة الرابعة، يونت 4 الوحدة الرابعة، ليسنز الدرسين 5 and 6 الخامس والسادس من كتاب بايبت، ونحل مع بعض التدريب بتاعهم صفحة 189 page 189. ريد اقرأ and match وصل. نمبر 1 I like that، أنا أحب إيه؟ تعالوا بقى نقرأ الاختيارات. English اللي هو اللغة الإيه؟ الإنجليزية. at the supermarket يعني إيه؟ من السوبر إيه؟ من السوبر ماركت أو في السوبر ماركت. summer very much، الصيف كثير جدا. هنا children playing، الأطفال يلعبون. شوف كده جايب لي بعد كده بيقول لي هنا ايه، يبقى احنا هنا بيقول I like that، انا بحب ايه، انا بحب ايه. تمام، بحب هنا الصيف كتير جدا، summer very much، بحب فصل الصيف كتير جدا. يبقى هنوصل مع الحرف سي ونكتب كمان الحرف سي. we saw some، نحن saw يعني نرى او رأينا، نحن رأينا بعض من الايه، بعض من الأطفال يلعبون. يبقى some children playing، بعض من الأطفال يلعبون. نكتب هنا الحرف دي. رقم 3 she works، هي تعمل، تعمل في ايه، في السوبر ماركت، at the supermarket، في السوبر ماركت. نكتب هنا الحرف B. he speaks، هو يتحدث English، اللغة الإنجليزية. نكتب هنا الحرف A، هو يتحدث اللغة الإنجليزية. جايب لي بقى هنا فقرة وكلمات هنوظفها داخل الفقرة. read اقرأ and fill in the gaps، واملأ الايه، الفراغات. نشوف الكلمات. فريش يعني طازج، نير يعني قريب، باي يعني يشتري. يقول لي هنا مستر صالح is my neighbor، neighbor يعني جار، my neighbor اللي هو الجار، جاري. مستر صالح ده جاري. he works at a big supermarket، هو بيشتغل في سوبر ماركت كبير. نقط his house، بالقرب من منزله، يبقى near his house، قريب من منزله، السوبر ماركت ده قريب من المنزل بتاعه. we see him، احنا نراه every day، كل يوم، كل يوم بنشوفه كل يوم. when we نقط food، عندما when we نقط food، عندما نحن ايه، buy food، عندما نشتري الطعام. he checks، هو يفحص أو يتحقق من the food، الطعام is fresh، هو بيتأكد وبيفحص الطعام إن هو لازم يكون فريش يعني طازج. بعد كده he helps us، هو يساعدنا when we can find something، عندما لا نستطيع أن نجد شيء ما، لو احنا مش لاقيين حاجة واحنا في السوبر ماركت بيدلنا على المكان بتاعها. he is very kind، هو بيكون طيب جدا and happy وسعيد. يقول لنا read اقرأ and reorder وأعد ترتيب the following التالي to make عشان تكون sentences جمل صحيحة. نمبر 1 كان يستطيع، أي أنا، انجلش اللغة الإنجليزية، speak أتحدث، أنا أتحدث اللغة الإنجليزية، أستطيع أن أتحدث اللغة الإنجليزية. I can speak English، أنا كان أستطيع speak أن أتحدث English اللغة الإنجليزية، أستطيع أن أتحدث English يعني اللغة الإنجليزية. بيقول لها نمبر 2 ذا أداة تعريب بمعنى قال شريفز، هنا شريف وفيها اس الملكية، سيف ده أنقذ، داد اللي هو الأب، تشايلد الطفل، والد شريف أنقذ الطفل، يبقى شريفز داد، شريفز داد والد شريف، سيفد أنقذ، سيفد أنقذ، أنقذ إيه، ذا تشايلد، ذا child أنقذ الإيه؟ أنقذ الطفل. رقم 2 work يعمل، ماي ملك أو يخصني. بوتس اللي هو القوارب، تورست السياحي أو سائح، parents الوالدان، on على. بيقول لي هنا عايزين نقول إيه، my parents والدي work on tourists
أو tourist boats يعملون على قوارب سياحية. بابايا ومامتي بيشتغلوا على قوارب سياحية، يبقى my parents والدي work يعملون on على بيعملون على ايه؟ tourist boats يعملون على قوارب سياحية. بعد كده رقم 4 the river النهر. هنا بمعنى ايه؟ سقط او وقع. ذا أداة تعريف بمعنى قال. child الطفل. small صغير. into في. الطفل سقط او وقع في النهر، يبقى ذا child الطفل. ذا child الطفل ماله؟ او الطفل الصغير بقى. هنا معلش في كلمة ناقصة. ذا small child الطفل الصغير ماله؟ سقط في النهر. fell into the river. fell into the river. يعني هنا بيقول لي بقى ايه؟ write a paragraph. نكتب فقرة of 5 sentences مكونة من 5 جمل using مستخدما the following words الكلمات التالية. احنا هنكتب فقرة عن ايه؟ living on a boat يعني العيشة او المعيشة على ظهر او على متن قارب. ماشي، العيشة او المعيشة على متن قارب. هنستخدم كلمات ايه؟ tourist boat يعني قارب سياحي. نايل اللي هو النيل. summer فصل الصيف. places يعني أماكن. speaks يتحدث. هنتكلم هنا عن القارب السياحي ونتكلم ونقول ايه؟ طالما جايب لي speaks يبقى اتكلم عن شخص هو مفرد. هنقول هنا my friend lives on a boat. my أول حاجة نسيب مسافة كده ونكتب أول حرف capital letter. my friend صديقي lives on a boat يعيش على ايه؟ على متن قارب. in the summer الكلام ده في فصل الصيف. in the summer في فصل الصيف. تمام، يبقى هنا استخدمت كلمة ايه؟ كلمة summer تمام. بعد كده عايزين نستخدم باقي الكلمات. نقول ايه؟ والداه يعملون على قوارب ايه؟ سياحية. يبقى هنقول هنا ايه؟ his parents والداه work يعملون on على tourist boats على قوارب سياحية. tourist boat على قارب سياحي أو قارب سياحية. تمام، والداه بابا ومامته بيشتغلوا على قارب سياحي. هما بيسافروا إيابا وذهابا في نهر النيل. يبقى هنقول هنا إيه؟ they travel up and down the Nile. هم travel يسافرون up and down رايحين جايين كده في النيل، يعني بنقول عليها ذهابا وإيابا. the Nile اللي هو إيه؟ عبر أو خلال أو في نهر النيل. the Nile. تمام، عايزين نستخدم هنا ايه؟ كلمة اماكن. هو بيشوف اماكن شيقة كتيرة، يبقى he sees هو يرى many الكثير او العديد من interesting places الكتير او العديد من الاماكن الايه؟ الشيقة places. تمام، كمان نقول هنا اخر كلمه بقى هنستخدمها اللي هي كلمه سبيكس. بيتحدث اللغه الايه؟ الانجليزيه والصينيه. تمام، او نقول هنا he speaks. هو speaks هو يتحدث. English اللغه الانجليزيه مع الايه؟ مع السائحين. هنقول هنا ايه؟ with the tourists. with
مع ذا مع السائحين. كده حبايبي خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينال اعجابكم. اشكركم على حسن استماعكم، اتمنى متابعتكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.